السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي مشاهدات قناة عالم أم الحلوين، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي رائعة جدا وصحية متكامله متنوعه. غادي تشوفوا لا فيديو الاخير وغادي تعرفوني علاش تنهضر. هاد الوصفه اللي حنا تنسميوها الزميطه، المهم في المنطقه ديالنا منطقه الشاويه. ما عرفتش في المناطق اخرى شنو تيسميوها، كاينين في مناطق تنعرفهم ولكن ماشي بالطريقه باش نصايبوها حنا. هذه فيها جميع المكونات اللي تطيح لك على البال. ان شاء الله غادي تبعوا معايا لا فيديو تعرفوا علاش تنهضر. بالنسبه لهاد الزميطه تنعتمدوها بزاف عند المراه النفيسه. فاش تولد عندنا المراه ضروري تنديروها ليها كوصفه رئيسيه لانها غنيه وصحيه في نفس الوقت، وممكن تعتمدوا حتى في رمضان يعني كبديل للسفوف، لان هذه صحيه ما فيها حتى شي حاجه اللي كضر الجسم بتاتا. بالعكس غادي تنفعو اكثر. نتمنى هاد وصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وان شاء الله انا غنحط لكم المقادير كامله بالضبط وبالعبارات في صندوق الوصف اللي بغات تجربها. اول عنصر اللي عندنا البنات هو القمح. القمح اللي تنغسلوه وتنقيوه وتنخلوه يبس بطبيعه الحال، وعاد ندوزو نقليو. حنا هنايا تتقلي الوالده الله يعطيها صحيحتها ويطول في عمرها بطريقه طبيعيه، يعني تدير الفخر اولا العواد وتدير هاد المقله ديال الطين اللي تنقولها حنا الفراح وتتقلبها. كاين الناس اللي كيصيفطوها الفران، كاين الناس اللي كيديروها في الفران ديال الدار ولا المقلات، ولكن ما تتجيش بحال هذه، ما نكذبش عليكم. العنصر الثاني اللي عندنا هنايا الشعير. تقريبا القمح والشعير فيهم 5 كيلو 5 كيلو. ها هي الطريقه باش تقلي الوالده، يعني كنديروا الفراح وتنقليو بهذه الطريقه. هي تبارك الله عليها كتعرف اللون، كتاخذ القياس ديال الطياب. ممكن ديوها غير الفران الزنقه اللي ما عندوش سطح مثلا ولا ما قادرش يطيب بهذه الطريقه. العنصر الثالث البنات اللي هو الذره. الذره نفس المكيال تقريبا تا هو 4 كيلو ل 5 كيلو، نفس الطريقه تا هو كيتقلى بهذه الطريقه اللي في الفراح او المقله ديال الطين. هنا عندنا الحمص البنات، هنا دارت ماما 2 كيلو، يعني 2 كيلو ديال الحمص. هنا عندنا الكاوكاو الغليظ، هذا درنا كيلو. عندنا الصوجه حتى هي درنا فيها كيلو. نفس الطريقه كلشي البنات خاصو يتنقى واللي تغسل باش يكون داكشي هو هذاك. هنايا عندنا زريعه الكتان ومعروفه الفوائد ديالها، حتى هي كيلو، يعني 1000 غرام. هنا عندي البنات النافع او اليانسون تا هو رابعه، يعني 250 غرام. عندي هنا إيلان. عارفين البنات الفوائد ديال الإيلان بالنسبه للعظام، فيه الكالسيوم كثير، حتى هو درنا فيه كيلو. حتى هو نفس الطريقه تيتقلى بكل شيء، يعني قليناه بنفس الطريقه. كيف قلت لكم ممكن ديروا الفران، ممكن ديروا المقلات، ممكن تصيفطوا الفران الزنقه الا بغيتوا تجربوا هذه الوصفه هذه. هنا عندنا الزنجلان او السمسم حتى هو كيلو، حتى هو غسلته ونقيته خليته يبس شويه عاد باش قليناه. وبصراحه راه فيها شويه الخدمه، فيها شويه التماره، ولكن النتيجه كتكون رائعه البنات، كتعجبكم النتيجه. والمذاق يا سلام، مذاق رائع البنات. وحتى الريحه ديالها البنات رائعه ملي تتكون هكا تخلطيها كتجي غزاله. هنا البنات عندنا زريعه القرعه وديال البطيخ بزوجهم. هنايا كاين عندنا القرفه حتى هي رابعه ديال القرفه، حتى هي ضروري تنقيها وتمسحيها من الغبره. هنا البنات عندنا مجموعه ديال الاعشاب، عندنا اللويزه، عندنا تيميجي، عندنا الزعتر، عندنا فليو. المهم هادشي كله راه كتلقاو عند العشابه والعطاره تتقول لهم هاد الاعشاب. تقريبا 3 دراهم من الحاجه ولا هكا. بالنسبه هاد اللويزه راه فيها تقريبا شي 5 دراهم. حتى هادو غير كنسخنوهم شويه، ماشي تقليهم تحرقوهم، غير تيدفاو شويه. هنا عندنا حبه حلاوه حتى هي رابعه، بحالها بحال النافع، حتى هما تيسخنوا غير شويه.
وهنا البنات من بعد ما كملنا المقادير كامله او المكونات ملي تقلات، ها هي كتشوفوا كاوكاو، القمح، الذره، الحمص، الشعير، ايلان، درع الكتان، الصوجة، الأعشاب كلها اللي درنا قدامكم البنات. المهم هاد المكونات كلها تنديوها للمطحنة ديال اللي على برا وتنطحنوها. اللي عندهم داك الطحانة الكبيرة في الدار كيطحنوها، ولكن حنا تنديوها على برا كيطحنها لينا. ريحة البنات طالعة يا سلام. كيف شفتوا كلشي طبيعي، كلشي مكونات اللي هي بسيطة، يعني راه سهلة. غير يعني هاد القليان ديالها اللي شوية او التحميص ديالها اللي شوية قاصح بالنسبة لهكا بالطريقة البلدية والطبيعية. اللي بغى يديرها في الفران راه يديرها. ايوا من بعد البنات درنا مسمنات هكا في الفراح بالقمح الكامل، جاو غزالين مع واحد البريريد ديال اتاي، ورجعنا الراس شويه مع داك الدخان وداك عارفين الصهدرة تيضر في الراس. كلينا مسمنات ببراديلاتي مشبشب. بما جابوا لينا زميطه من بعد ما طحنات. هذه هي زميطه من بعد ما طحنات، راه طحنها مزيان البنات، يعني راه ما غربلناها ما والو، لقيناها مطحونه منيله، يعني طحنها مزيان من الطاحونه حتى هو. هذا هو اللوين ديالها الذهبي، والريحه ديالها ما نعاودش لكم البنات تتشهي. هذه تعتمدوها في رمضان تتجي رائعه البنات، يعني ماشي ضروري نديروا السفوف مثلا. اللي ما تيبغيش يدير هذه راه صحيه وكتعطي ما شاء الله، كتعطي بزاف. هنا ندوزو باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخلطوها، لان كل واحد كاين اللي تيخلطها باتاي، حنا تنديروا المغليان. كنديروا نعطيكم مثلا تقريبا هذا 3 الكيسان ديال المغليان، 2 سكرات او 2 معالق ولا 3 معالق ديال السنيده، وكنديروا الزيت البلديه. اللي ما عنده زيت البلديه يدير غير الزيت العاديه، وحتى الاخر عادي يدير رشيشه بالزيت البلديه. المهم نخلطوا هكا حتى كيذوبوا لينا السكر، ونبداو نزيدوا بشويه بشويه، لان هي راه تتعطي ما شاء الله، راه غير شويه راه تيعطي تبارك الله الخير والبركه. صافي تنخلطوها وتناكلوها مع كويس ديال اتاي، تتجي واعره واعره البنات. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم والوصفه تعجبكم، وبطبيعه الحال الى عجبتكم ما تنسوناش من واحد لايك واشتراك وتفعيل الجرس للناس الجداد، والبارطاج البنات مع الحباب ومع الاصدقاء ومع الخوت اللي تعم الفائده. هذه هي الخليط ديالنا، خاصنا نخلطوه مزيان باش ما يبقاش عندنا حبيبات او تبقى عندنا زميطه مكوره. هذا هو الطبق النهائي. نديروا ليه رشيشه ديال الجنجلان مقلي ونزوقوه باللي بغينا، وتتجي رائعه البنات وبالصحه والراحه. صدقوني البنات غير جربوها في هذا رمضان تتجي غزاله. الى هنا نقول لكم لا فيديو ديالنا سهله. موعدنا في فيديو جديد ان شاء الله مع تحضيرات رمضان ان شاء الله. اللي نتمنى والله يبلغنا ليله فاقدين ولا مفقودين، ويعيننا على صيامه وعلى قيامه وبالصحه والسلامه. الى هنا نقول لكم الى اللقاء، ومع تحيات عالم ام الحلوين، وبصحتكم وبصحتي الزميطه، والله يعطي الماما الصحه.